السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقهوا قولي. ازيكم يا شباب، ايه الأخبار؟ بإذن الله دي السيشن التانية من تأسيس المنهج قبل تالتة إعدادي إن شاء الله. احنا يعتبر السيشن اللي فاتت خلصنا أغلب الحاجات المهمة من أولى إعدادي، الترم الأول والترم التاني. السيشن دي هنخلص تقريبا كل الحاجات المهمة في أولى إعدادي، وباذن الله السيشن الجايه والاخيره في السيشنات التاسيسيه هتبقى من منهج تاني اعدادي. هنتكلم عن الكيميكال رياكشنز وان شاء الله مش هتاخد مننا وقت كتير، بس دي يعتبر اهم سيشن في الثلاثه كلهم. دي واللي فاتت كانوا اساسيات، انما الجايه ان شاء الله تبقى مهمه جدا 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 لانها بتتكلم اصلا على اساس الكيمياء بتاعت التالتة اللي هي ايه التفاعلات الكيميائيه اللي هي الكيميكال رياكشنز. هنعرف بقى البالانسنج والايكويشنز والحاجات دي كلها. سهله خالص وتبقى ممتعه جدا بامانه يعني، وهظبط لكم حبه فيديوهات حلوه، فباذن الله يعني انتظروها. بس نخش بقى في المهم النهارده ان شاء الله. النهارده لسه مش تبقى طويل قوي. هناخد فيها اولا يعني ايه ايون، هناخد الايونات. احنا خدنا الايونز المره اللي فاتت، بس احنا هنرجعها السيشن دي على طول عشان هنحتاجها. وبعدين في مصطلح اسمه بولي اتوميك ايونز، ده نوع من الايونز برضو. تمام، فعشان كده هناخد اصلا الايونز الاول نرجعها تاني. وبعدين بقى هناخد حاجه اسمها التايبس اوف كومباوندز، هناخد انواع المركبات الكيميائيه اصلا الموجوده في الحياه كلها. هي يا اما اسيد، يا اما الكالاي، يا اما سولت ملح يعني، بس مش ملح الطعام بس، ملح الطعام ده جزء من الاملاح كلها. واخر حاجه عندنا حاجه اسمها الاوكسايدز. واخر حاجه هناخدها النهارده هي اسمها الكيميكال انديكيتورز، دي الكواشف ان انا ازاي اكشف عن المواد اللي معايا ديت. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني ايه ايون؟ كنا قلنا ان الايون دي كانت اصلها عباره عن حاجه اسمها اتوم، ذره. تمام، الذره دي ممكن تبقى ميتال وممكن تبقى نون ميتال. وشرحنا يعني إيه ميتال ويعني ايه نون ميتال. قلنا ان الميتال بيبقى فيه، تعال نصغر الخط شويه. الميتال بيبقى اخره يا اما 1 يا اما 2 او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل اللي هو في اخر انرجي ليفل. فدول بيبقوا سهل شويه ان هم يفقدوا الالكترون ويخلصوا منه. بعكس النون ميتال في الاخر كان عنده ايه، كان عنده 5 او 6 او 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. فدول هيبقى صعب ان انا افقد كل الخمسه مثلا، وهيبقى صعب ان انا افقد كل السته، هيبقى صعب ان انا افقد كل السبعه. فده بيميل اكتر ان هو ايه يجين الكترون. تمام. فدلوقتي قلنا ان الميتال معنى ميتال، فالاتوم كانت اصلها ذره عاديه. فعشان احولها لايون كنت المفروض اعمل ايه؟ قلت ان انا بعمل لوز للالكترون، فانا فقدت الالكترون الخارجي سواء واحد او اتنين او تلاته. طيب النون ميتال لا، ده بيجين الكترون، يعني بيكتسب الكترون تاني. تمام. لما الميتال بيلوز الكترون بيتحول لايه؟ بيتحول لحاجه اسمها البوزيتيف ايون. يعني خلاص بقى ايون اهو، ده اصلا احنا بنتكلم فيه. تمام. بقى بوزيتيف ايون. البوزيتيف ايون دي كان اسمها ايه؟ كان لها اسم تاني لو فاكرين، قلنا اسمها ايه؟ الكاتاين، صح كده؟ دي البوزيتيف ايون. طيب النون ميتال قلنا ان هو بيجين الكترون او اكتر، ممكن الكترون او اتنين او تلاته على حسب يعني هو عنده كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل. تمام، نركز. انا بس بقولهم بسرعه لان احنا اصلا شرحناها السيشن اللي فاتت. تمام كده، تمام. فعندنا لما بيجي الكترون بيتحول لحاجه اسمها النيجاتيف ايون، يبقى ايون بس سالب. تمام. فكان ليه اسم تاني برضو، ده كان كاتاين. الميتال كان كاتاين صح. يبقى النون ميتال اسمه ايه؟ اسمه الاناين. وكنت فكرتكم او قلت لكم طريقه ازاي ان انتوا تحفظوها بحيث ان هي تبقى سهله يعني. قلنا الكاتاين، بص عشان دي يعني حاشيه لكم الكلام ده يعني يعتبر. بسم الله. الكاتاين ممكن نكتب كده كات، التي ديت مايله ان هي بوزيتيف شويه صح، ممكن نعملها حرف البلس كاتاين. فاحنا عرفنا ان بص البلس ديت شبه التي، فممكن يبقوا الاتنين شبه بعض. فممكن نحفظها بالطريقه دي، يعني هو الكاتاين يبقى بوزيتيف ايون على طول عشان نفرق بينهم. طب الاناين، انا عندك حرف الان ده شايفه، ممكن نفصل الكلمه كده تبقى نيجاتيف ايون. شايف الان دي مع الان دي ممكن نفتكر برضو كده. انا بقول لك دي ليه؟ عشان تبقى سهل انك تفتكر الحاجه وتحفظها بسرعه، عشان انا نفسي لحد مثلا في الثانوي كنت بتلخبط بين الكاتاين والاناين. تمام. ولكن دي اسمها النيمونكس، اسمها ايه؟ النيمونكس، هبقى اكلمكم عنها ان شاء الله قدام. هي حاجه، هي يعني تكنيك يعتبر بيسهل في الحفظ شويه. بس كده قلنا خلاص ان الاتوم اصلها مثلا ميتال او نون ميتال، بيلوز او بيجين الكترون بتتحول لايون سواء بوزيتيف ايون
سواء من بوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون. البوزيتيف ايون اسمها الكاتاين، النيجاتيف ايون اسمها الاناين. تمام، هي دي الايونز بشكل عام. تعال نشوف الصوره ديت. تقول لك اهو عندك النيوترال اتوم، اتوم واحده بتلوز الكترون بتحول لكاتاين بوزيتيف ايون. طيب اتوم تانية بتحصل لها جين اوف الكترون، بتكتسب الكترون بتتحول لاناين او نيجاتيف ايون. تمام تمام. عندنا معلومه كده على طول، معلومه بتقول ايه؟ بتقول ان all non metals، كل النون ميتالز لما بتحول الايونز بيبقى اسمهم ايه؟ بص، عندنا مثلا الصوديوم، دلوقتي بنتكلم عن الميتالز دلوقتي. الصوديوم مثلا ده عنده 11 الكترونز، صح؟ 11 الكترونز. طيب لما بيتحول يعني الايون لما يفقد ده ويبقى عنده مثلا 10 الكترونز بس، لما يحصل له فقد يعني لما يعمل لوز الكترون هيبقى عنده 10 الكترونز، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه صوديوم برضه، ان ايه، ولكن هنحط في براكتس كده ويبقى بلس هنا نفس الاسم. ولكن ما بيقول لك ايه، النون ميتال اسمهم بيبقى مختلف. لو خدنا مثلا حاجه زي الكلورايد، زي الكلورين، السي ال. دايما بحب اقول المثال ده لانه يعتبر يعني اسهل مثال هو الصوديوم والكلورين. السي ال اللي هو الكلورين عنده كام الكترون؟ عنده 17 الكترون. يعني هيتقسموا ازاي في الالكترون كونفيجريشن؟ عندنا كده هيبقى 2 8 7، صح؟ 2 8 7، يعني هو هيجين 1 الكترون فيبقى هيتحول ايه؟ هيتحول ل 2 8 8. ثواني طلعوا كده فوق شويه، هيتحول ل 2 8 8، صح؟ طيب لما يبقى ده كده اسمه ايون، ده كده ايون اللي هو السي ال، وقلنا بين تو براكتس ويبقى نيجاتيف. تمام، وشرحنا ليه بنحط علامه نيجاتيف دي فوق. ساعتها بقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه كلوراين برضو. هو اسمه بالانجلش اسمه كده، العنصر نفسه اسمه كلوراين، كلوراين بالان. لما بيتحول الايون بقى بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه الكلورايد. الكلورايد حطينا دي بدل الان. ليه بقى؟ هو كده بيقول لك كل النون ميتالز، كل النون ميتالز بينتهوا بحرف بسفكس الايد اسمها اي دي اي لما يتحولوا الايونز. يعني كده كل النون ميتالز، النون ميتالز لما بتتحول لايون بنحط لها السفكس. هو السفكس دي، سفكس دي معناها نهاية الكلمة، نهاية الكلمة. فأنا بشيل الاين ده اسمه سافكس، اي ان اي ده سافكس، وبحط السافكس اللي هو اسمه ايه؟ الايد، الاي دي اي اللي هو ده كده. تمام، نمسح بقى الكلام ملوش لازمة ده، ونمسح التركيبة دي كلها برضه. تمام، يبقى عندي معلومة بتقول ايه؟ بتقول ان كل النون ميتالز لما بحولهم لايون بيطلعوا لي ايه؟ بيطلعوا لي او بشيل السفكس اللي هو الاي ان اي وبحط الايد. طب تعالى نشوف مثلا مثال تاني. عندنا قلنا الكلورين، في مثال تاني مثلا وليكن ناخد السلفر. السلفر عنده كام الكترون؟ عنده 16 الكترونز. طب هنقسمه ازاي؟ هيبقى 2 8 6، يعني عنده 6 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. هو خلي بالك هو نون ميتال، ماشي؟ انا بتكلم دلوقتي عن نون ميتالز. تمام، فلما هيكتسب الكترون هو هيكتسب 2 الكترونز، هيبقى 2 8 8. الايون بتاعته هتبقى عامله ازاي؟ هو اكتسب 2 صح؟ بلس 2 الكترونز، صح؟ فهيتكتب ازاي بقى؟ هو اصلا رمزه كده اس. تمام، يبقى لما يتحول الايون هنحط بين قوسين 2 براكتس و2 ماينس، عنده 2 نيجاتيف تشارج، هو خد 2 الكترونز زياده. تمام، فبقى عنده 2 نيجاتيف تشارج، هو ده السلفر. طيب لما يتحول بقى الايون بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه سل، ها سلف، ها قول انت قول. وانا النون ميتال لما بيتحول الايون بنحطهم ايه؟ ايد، يبقى اسمه ايه؟ سلفايد. شفت الفكره؟ شفت اهو عندنا اي دي اي، اي دي اي. دي اول معلومه. تقول لك ان كل النون ميتالز بنحط لهم السفكس اي دي اي لما يحولهم ايون. بس سلفر سلفايد، الكلورين كلورايد. تمام، الفلورين ده برضو نون ميتال برضو، لما بيتحول الايون اسمه ايه؟ اسمه الفلورايد، وهكذا. تمام، وعندنا معلومه تانية بتقول، تعال نكتبها تحت هنا كده، معلومه يعني يعتبر معروفه يعني بس احنا هنقولها برضو. بتقول لك ان كل النون ميتالز، كل النون ميتالز زي السلفر مثلا بيعملوا حاجه اسمها
نيجاتيف ايون، صح؟ احنا مش قلنا هنا ان النون ميتال بيعمل نيجاتيف ايون؟ تمام. ما عدا واحد بس، عندك الهيدروجين. الهيدروجين ده هو النون ميتال الوحيد. فاكرين اللي احنا كنا شرحناه في البريدكت تيبل، كنا قلنا ان الهيدروجين ده اصلا هو نون ميتال، ولكنه واقف في جروب 1 ايه مع الميتالز كلهم، يعني زي الجاسوس كده. فهو ده الهيدروجين برضه. الهيدروجين برضه هو النون ميتال الوحيد اللي لما بيعمل ايون بيتحول يبقى بوزيتيف ايون وليس نيجاتيف ايون، يعني هو في الاخر كتاين. تمام. يبقى معلومتين كده اللي انا عاوزكم تعرفوهم مهمين جدا، ان الهيدروجين دايما بيبقى بوزيتيف ايون مع انه نون ميتال. تمام. احنا بوزيتيف ايون مع انه نون ميتال. تمام. وكل النون ميتالز لما بنحولهم لايونز بيدونا السفكس ايه، الاي دي اي. كده خلصنا حوار الايونز ده. ولكن احنا اصلا شرحنا الايونز تاني النهارده ليه؟ عشان في حاجه مهمه عايز اقولها لكم. هو احنا هنا قلنا ان الايون عشان تتكون لازم يبقى في عندي نيوترال اتوم، اتوم واحده، صح؟ طيب هو انا ممكن اعمل ايون باكتر من اتوم مع بعض؟ اه. يبقى هنا بقى نيجي دور ايه، البولي اتوميك ايونز. البولي اتوميك ايونز، عندنا حاجه اسمها البولي اتوميك ايون. يعني ايه بولي اتوميك ايون؟ تعال ناخدها ونفصصها واحده واحده. عندنا هي ايون، ماشي، هي عباره عن ايون. تعال نجيب بس لون تاني عشان ميبقاش شبهها. تعال ناخد اللون الاحمر ده. هي عباره عن ايون ولكنها بولي اتوميك. يعني ايه بولي اتوميك؟ كلمه بولي ديت باللغه اللاتينيه معناها كثير او متعدد. تمام. اتوميك جاي من كلمه اتوم. يعني معنى كده لو ترجمنا ترجمه حرفيه ان هو ايون كثير الذرات، يعني في اكتر من ذره، صح كده؟ فهو ده معنى البولي اتوميك ايون، اللي هو ايون بس في اكتر من اتوم موجودين. في مثال كده هوريكم على طول عشان تفهموا الفكره. يعني احنا لو خدنا في حاجه اسمها، او في ايون عندنا اسمها الاو اتش نيجاتيف، اسمها الهيدروكسيد ايون. اسمها هيدروكسيد ايون. هي ايون صح، بس ايون فيها اكسجين، فيها اكسجين وفيها هيدروجين، صح؟ عندنا متكونه من 2 elements. وفي هنا نيجاتيف تشارج، خلي بالك اما في نيجاتيف تشارج هنا، لان ده ايون فلازم يبقى شايل شحنه، يا اما موجب يا اما سالب، بوزيتيف او نيجاتيف. تمام. هي دي البول اتوميك ايونز. يبقى تعريفها ممكن مثلا نكتب تعريفها على طول كده، نسيب بس حته تحت كده. يبقى البولي اتوميك ايون، يبقى هي ايون it is an ion اللي هي بتتكون من ايه بقى، which contains more than one atom. بس كده؟ لا، هي فيها اكتر من ذرة ولكن from different elements. طب ليه قلت اللي هو لازم يبقوا different elements؟ لان اقول لك على سبيل المثال مثلا حاجه زي ال Na. احنا قلنا الصوديوم ده كتير قوي. تمام. الصوديوم ده لما نحوله الايون بيبقى كده Na، بيبقى عنده شايل 1 بوزيتيف تشارج. طب ما انا ممكن اخد 2 Na يبقى معايا 2 اتومز من الصوديوم اتحولوا وبقى عندي كده 2 ايونز، 2 Na بوزيتيف برضه. خلي بالك احنا بنتكلم هنا البوزيتيف دي بتبقى لاتوم واحده. فالان ايه هنا عنده شحنه واحده موجبه، بس انا عندي 2 ايونز. تمام. فانا هنا طبقت النص الاول اللي هو ايه، مور ذان 1 اتوم. مور ذان 1 اتوم في اكتر من اتوم، صح؟ ولكن لازم يبقوا different elements. نيجي هنا بقى عندك الاكسجين والهيدروجين اهو. الاكسجين مختلف عن الهيدروجين، صح؟ فعشان كده احنا طبقنا فعلا تعريف البولي اتوميك ايون. هي عباره عن ايون فيها اكتر من element في نفس الوقت فيها اكتر من اتوم برضو. هي دي الايون، بس هما متحدين مع بعض. ولكن في الاخر بيتعاملوا ايه، كذره واحده برضو. هما في الاول وفي الاخر هما ذره واحده بس. هم بيتعاملوا كذره واحده، ولكنهم هم في الاصل يعني كذا حاجه متحدين مع بعض، ولكنهم في الاصل بيتعاملوا كايه، كذره واحده بس. تمام. تمام. نمسح بقى الكلام ده عشان في حبه امثله عايزين نقولها. يعني اكيد طبعا هو مش موجود الاو اتش بس، الاو اتش ده مجرد مثال. تمام. فاحنا عندنا كذا مثال تاني. احنا قلنا الاو اتش هنا عنده 1 نيجاتيف تشارج، صح؟ هل كل الموجودين بيبقى عندهم 1 نيجاتيف تشارج؟ لا، في منهم عندهم 1 نيجاتيف تشارج، في منه عنده 2 نيجاتيف تشارج، في عندهم 3 نيجاتيف تشارج، وهكذا. تمام. هناخد مثلا الاول اللي عندهم 1 نيجاتيف تشارج بس.
اللي عندهم 1 نيجاتيف تشارج. مين؟ قلنا حاجه اسمها OH، ده احنا سألنا فوق اللي هو الهيدروكسيد ايون. تمام. عندنا في تاني في بولي اتوميك ايون تانية اسمها ال NO3. وفي حاجه تانية اسمها ال NO2. ايه الفرق بينهم؟ ده نيتروجين اتحد مع اكسجين، ده نيتروجين برضه اتحد مع اكسجين، بس ده مع 2 اكسجين وده مع 3 اكسجين، دي برضه شحنه سالبه واحده. بس ده اسمه ايه بقى؟ اسمهم ايه؟ ده اسمه النيتريك، ده اسمه النيتريت. بس ده عنده 2 اكسجين اتوم بس، اسمه النيترايت. مش مهم تحفظوا الاسماء دلوقتي يعني، بس انا بوضح لكم الفرق. الكبير ده لو بص اقول لك برضو كحاجه اسهل. الكبير ده عنده 3 اكسجين اتوم اسمه النيتريت. ال NO2 عنده 2 اكسجين اتوم اسمه النيترايت. تمام. يبقى كان عندي كده ال 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف تشارج. عندنا ال OH وال NO3 وال NO2، النيتريت والنيترايت، النيتريت والنيترايت، النيتريت والنيترايت، احفظوك على طول النيتريت والنيترايت. بس يعني دول اهم امثله يعتبر. عندنا برضو 1 بوزيتيف تشارج. في ايون عندها 1 بوزيتيف تشارج بس، اللي هي اسمها ايه؟ ال NH4. وقلنا عندها 1 بوزيتيف تشارج، فيبقى 1 بوزيتيف تشارج هنا. ده اسمه ايه؟ اسمه الامونيا، اسمه الامونيوم. امونيوم، خلي بالك اسمه الامونيوم مش الامونيا. ليه؟ امونيوم في حرف ام هنا. ليه بقى؟ عشان في حاجه اسمها الامونيا، اسمها امونيا بس من غير ام، ده عباره عن جاز بس مش تبعنا خالص دلوقتي، لان حرفيا الرمز بيختلف. الامونيوم ده NH4، انما الامونيا غاز الامونيا NH3. فاهم؟ فده مش تبعنا هنا دلوقتي، انا بتكلم بس عن بولي اتوميك ايونز. عندنا كده 1 نيجاتيف تشارج و1 بوزيتيف تشارج. في بقى 2 نيجاتيف تشارج. زي ايه؟ حاجه اسمها الكربونات CO3، 2 نيجاتيف عن 2 نيجاتيف تشارج. عندنا حاجه زي السلفيت SO4، 2 نيجاتيف تشارج. عندنا حاجه اسمها برضو، او بص احنا فوق هنا قلنا نيتريت ونيترايت صح؟ هنا عندك السلفيت والسلفايت SO3، 2 نيجاتيف. ده سلفيت وده سلفايت. ماشي. وده اسمه ايه؟ اسمه الكربونات. تمام. اخر حاجه بقى اللي هو عنده 3 نيجاتيف تشارج، وده حاجة واحدة بس اسمها ايه؟ اسمها الفوسفيت. اكتب شكلها على طول PO4، 3 نيجاتيف، عندها 3 نيجاتيف تشارج. فنلخص بقى حوار البولي اتوميك ايونز من الاخر يعني. قلنا ان البولي اتوميك ايون هي عباره عن ايه؟ عباره عن اكتر من اتوم متحدين مع بعض، ولكنهم يعني بيتعاملوا كانهم ذره واحده بس. تمام. بيبقوا متحدين مع بعض وبيبقوا شايلين تشارج فوقهم، يا اما نيجاتيف تشارج او بوزيتيف تشارج. تمام. على حسب. وقلنا ان في منهم انواع. في ممكن يشيلوا 1 نيجاتيف تشارج، ممكن يشيلوا 1 بوزيتيف تشارج، ممكن يشيلوا 2 نيجاتيف تشارج، ممكن يشيلوا 3 نيجاتيف تشارج. انما ما ينفعش ايون تشيل 2 اور مور بوزيتيف تشارج، هي 1 بوزيتيف تشارج بس. هو الامونيوم هو الوحيد اللي الامونيوم هو الوحيد اللي شايل ايه؟ هو الوحيد اللي شايل نيجاتيف تشارج. هو الوحيد اللي شايل بوزيتيف تشارج. فكده عندنا 1 نيجاتيف تشارج و2 نيجاتيف تشارج و3 نيجاتيف تشارج. قلنا ال 2 نيجاتيف تشارج الكربونات والسلفيت والسلفايت. ال 3 بوزيتيف تشارج عندك هو حاجه بس، هو ايه؟ هو اسمه الفوسفات اللي هو PO4 عشان نيجاتيف 3. البولي اتوميك ايون بيطلق على نوع تاني او اسم تاني اسمه الاتوميك جروب. هما جروب للاتومز. اتوميك جروب يعني حبه اتومز متحدين مع بعض عاملين لنا جروب. تمام كده. فاحنا حتى الان شرحنا الايونز، وشرحنا ان احنا ممكن يبقى عندنا ايون من اكتر من اتوم. تمام. اللي هي اتوميك جروب او البولي اتوميك ايونز. تمام كده. تمام. تعالى بقى نعرف حاجه مهمه اسمها ايه؟ التايبس اوف كومباوندز. احنا بس قلنا ليه اصلا شرحنا الايونز وليه شرحنا اتوميك جروب. لان الكومباوندز احنا مش خدنا تايبس اوف كومباوندز. كان في حاجه اسمها الايونيك كومباوندز والكوفالنت كومباوندز صح؟ دي كانت انواع تكوين الكومباوندز نفسها صح كده؟ طيب ايه اصلا اللي بيكون الكومباوندز؟ مش قلنا اتوم بيبقى في الاصل في مثلا وليكن قلنا ال NaCl مثلا، هما 2 اتومز اهم صح؟ هم عباره اصلا في الاول هم عباره عن 2 اتومز Na وCl، صوديوم وكلورايد.
لما جم يتحدوا مع بعض عشان يعملوا لي ايونيك كومباوند، لقينا ان الصوديوم فقد، عمل لوز الكترون، والكلورين اكتسب هذا الالكترون، فبالتالي هما الاثنين اتحولوا لايه؟ اتحولوا لايونز. هما الاثنين اتحولوا لايونات، صح كده؟ فهما الاثنين لما اتحولوا لايونات عملوا الكتروستيك اتراكشن فورس بين الاثنين، اتحدوا مع بعض، عملوا لي كومباوند، عملوا لي ايه؟ عملوا لي ايونيك كومباوند. فهمت الفكره؟ فعشان كده اصلا احنا بنشرح الايونز، لان الايونز هي الاساس بتاع تكوين ايه؟ الكومباوندز. عشان مثلا عامله زي ايه مثلا؟ عامله زي البيت. مش انا لما جابني بيت معايا عندي طوبه، 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 طوبه فوق طوبه لغايه لما بكون البيت كله، صح؟ بالظبط كده. الكومباوندز دي مثلا هي البيت دي، هي دي الكومباوند، والطوبه ديت هي الايون. يبقى الايون هي البيلدنج يونت، هي الوحده التركيبيه للكومباوند. تمام؟ عرفت بقى احنا ليه اصلا بندرس الايونز وكده. فتعال بقى نقول بقى ايه هي التايبس اوف كومباوندز اللي عندنا. عندنا اربع انواع من الكومباوندز. حاجه اسمها الاسيد، الاحماض، وحاجه اسمها الالكالاين، الالكالاي، وحاجه اسمها الاوكسايد، وحاجه اسمها السولت اللي هي الاملاح. هنشرح كل واحده بالتفصيل باذن الله، مش هياخد مننا وقت يعني كبير. الاسيد ده عباره عن ايه؟ عارفين مثلا الليمون لما تاكل حته ليمونه مش بتحسها كده ان هي في لسعه كده؟ اه، هي دي الاسيد، هو ده جواه حمض. تمام. طب الالكالاي، الصابونه مثلا، الصابونه اللي في الحمام اللي انت بتغسل ايدك بيها، لما بترغي كده بتحس ان هي كده بتزحلق من ايدك، صح؟ هو ده الالكالاي. تمام. الاوكسايد ده ما احنا يعني مش هنشوفه قوي، بس لا عارف مثلا الايرن راست، او اسمه ايه؟ اسمه اكسده الحديد، اللي هو الايرن راست. هبقى اوريك شكله في قدامي، احنا كده كده هنشرحه النهارده يعني. كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ الصدى، اسمه الصدى. الصدى ده اصلا عباره عن اوكسايد. تمام. والسولت ده املاح بقى. عندك ابسط ملح خالص اللي هو ملح الطعام اللي احنا بناكله، ده اسمه NaCl. ده عباره عن اللي احنا اصلا بنتكلم فيه برضه من السيشن اللي فاتت والسيشن دي وكل السيشنات عمالين نتكلم عن NaCl. فيعتبر انت حفظته اصلا، بس هو ده يعتبر ابسط ملح، انما في املاح تانية كتير غيره يعني. في مثلا عندك حاجه اسمها AgCl، في حاجه اسمها CuSO4. تمام. ده كله ان شاء الله هندرسه في السيشن دي باذن الله. فبعد كده عندنا عرفنا التايبس اوف كومباوندز، الاسيد والالكالاي والاكسايد والسولت. ناخد بقى كل واحده كده بتفاصيلها. عندنا اول حاجه كده اسمها ايه؟ الاسيد. يعني ايه اسيد؟ اولا كده، الاسيد ده، الاسيد هو بيقول لك الماده اللي لما بتتحط في ميه، ده رمز الميه H2O، ممكن نكتبها لكم كده ووتر. لما بجيب حبة أسيد وأحطهم في مية في H2O، بيحصل لي إيه؟ بيروح مطلع لي حاجة اسمها ال H بلس، البوزيتيف هيدروجين أيون. مش قلنا إن الهيدروجين ده أصلا هو النمبر الوحيد اللي بيبقى بوزيتيف أيون؟ فقال لك بقى أنا لقيت إن أنا لما بجيب حمض، لما بجيب أسيد، هو غالبا بيبقى يعني في شكل مية. الأسيد ده هو بيبقى ليكويد سائل، بس هو مش ميه يعني اكيد. هو انا هبقى هوريكم شكله برضو في فيديو في اخر السيشن كده ان شاء الله. فانا جبت الاسيد ده، تمام، ورحت حاطه في ميه. جبت الاسيد وحطيته في ميه، ف ايه اللي هيحصل؟ لقيته ان هو لما بيدوب بيطلع لي حاجه اسمها البوزيتيف هيدروجين ايون. يبقى خلاص هو كده ده تعريف الاسيد اهو. يبقى الاسيد ايه هو؟ الاسيد هو السبستانس when dissolve in water gives positive hydrogen، يبقى ions. تمام. هو ده تعريف الاسيد من الاخر كده. يبقى الاسيد هو الماده اللي لما بتدوب في الميه بتدينا بوزيتيف هيدروجين ايون. كمثال مثلا عندنا امثله كتير من الاسيد. في مثال اسمه حاجه اسمها ال HCl، حاجه اسمها ال HNO3. اسمهم ايه؟ ده اسمه الهيدروكلوريك اسيد. الهيدرو جاي من هيدروجين، كلوريك اسيد. وهنعرف ازاي بنسمي ده دلوقتي حالا يعني. ال HNO3 اسمه ايه؟ ده الهيدرو برضو؟ لا، ده مش هيدرو بقى. عشان كده هوريكم التسمية عاملة ازاي. ده اسمه، مش قلنا ده اسمه النيتريت؟ ال NO3 كان اسمه النيتريت، صح؟ نيتريت. فده اسمه ايه؟ النيتريك اسيد. تمام. فهو ده الاسيد. الاسيد يعني بكل تفاصيله كده قلنا
احنا قلنا بس دلوقتي احنا بنتكلم ايه، دلوقتي بنتكلم عن التايبس اوف كومباوندز. اول حاجه بنتكلم عنها دلوقتي هي الاسيد. تمام. ايه هو الاسيد؟ الاسيد هو الماده اللي لما بتدوب في الميه بتطلع لي بوزيتيف هيدروجين اتومز، بوزيتيف هيدروجين ايونز. تمام. امثله عليها قلنا الاتش سي ال، ده يعتبر اشهر اسيد موجود في الدنيا كلها وفي الكيمستري بالذات يعني. اسمه الهيدروكلوريك اسيد. وعندك الاتش ان او 3 اللي هو النيتريك اسيد. تمام. طيب احنا بنسمي ازاي الاسيد بقى؟ انا قلت دلوقتي اسم ده اسمه الهيدروكلوريك اسيد، وقلت ده اسمه النيتريك اسيد. ازاي بقى بنسمي الاسيدز؟ عندي نوعين من تسميه الاسيدز. عندنا نوعين من التسميه. تعالوا ناخدها كده في جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمها النيمينج، او ازاي بنسمي الاسيد. دي كام دي؟ 2. اوكي. في بقى قسمين لتسميه الاسيد. في اسيدز بتحتوي او لا تحتوي على اكسجين، اسيد نو اكسجين. تمام. وفي اسيدز فيها اكسجين. بصوا كده، مش احنا قلنا الاتش عندنا نوعين، احنا قلنا ادينا هنا مثالين صح؟ الاتش سي ال والاتش ان او 3. الاتش سي ال فيه اكسجين، ده عباره عن هيدروجين وسي ال كلوراين صح؟ طيب اللي تحته ده اتش عباره عن هيدروجين وان والنيتروجين واو، ده فيه اكسجين اهو. يبقى كده الاسيد ده نوعين، نوع بيحتوي على اكسجين ونوع ما فيهوش اكسجين صح؟ فقال لك هنا بقى كل واحد تسميته بتفرق عن التاني. اولا كده اللي ما فيهوش اكسجين، احنا قلنا المثال اللي فات كان ايه؟ كان ال HCl. ال HCl بنسميه ازاي؟ اولا بص كده، بناخد الهيدروجين، بناخد كلمة يبقى اسمها هيدرو. تمام. والكلور، مش قلنا لما كلور اللي هو السي ال ده بيتحول، هو نون ميتال، فلما بيتحول لايون كنا بنغير اسمه ازاي؟ هو اسمه دلوقتي الكلو الكلوراين صح؟ اسمه الكلوراين. لما بقى ايون كده براكت اهو نيجاتيف، يبقى اسمه ايه؟ قلنا اسمه الكلورايد، حرف الدي اهو صح؟ اسمه الكلورايد. طيب المفروض بقى انا هكتب هنا هيدروكلورايد عشان ده اسمه كلوراس. لا، فاحنا هو التعريف هنا بيفرق في ايه بقى؟ ان انا باجي صار بس التعريف شويه، باجي هنا كده بروح شايل بقى السافكس ده عشان اسميه صح، بكتب ايه؟ يبقى اسمه هيدرو كلوريك اسيد. تمام. يبقى اللعبه هنا في ايه؟ اللعبه هنا في ايه؟ ان انا اولا كده، اولا الحاجات اللي هي احنا هنا لخبطنا في حاجه. المفروض هنا هنتكلم عن النو اكسجين، فناخد ده كده كله. لا مؤاخذة، ناخد ده كله ونروح على هنا كده، نشيل ده، نشيل ده. احنا دلوقتي بنتكلم على ان هما ما فيهمش اكسجين، ما فيهمش اكسجين. تمام. اللي ما فيهمش اكسجين خدنا مثال ال HCl. ال HCl فيه اكسجين؟ لا ما فيهوش اكسجين. قلنا عباره عن هيدروجين وكلوراين صح؟ الهيدروجين اسمه هيدروجين عادي، الكلوراين ولما بيتحول لايون اسمه كلورايد. بس هل احنا هنكتبه هيدروجين كلورايد؟ لا. احنا بنكتبه ازاي؟ بنكتب هيدرو اللي هي جايه من الهيدروجين، وكلوريك. بنروح شايلين الاي دي اي، بنشيل الاي دي اي ديت. تمام. ونروح حاطين بدلها ايه؟ الاي سي. اسمهم ايه لو فاكرين؟ suffix. قلنا ان السفكس ده المقطع اللي بيتحط في اخر الكلمه. يبقى دلوقتي عشان اسمي ال HCl يبقى اسمه ايه؟ هيدروكلوريك اسيد. هيدروكلوريك اسيد. جبنا كلمه هيدرو جايه من هيدروجين، والكلورين حولناها لكلورايد عشان بقت ايون، وبعدين بقت هيدروكلوريك، حطينا الاي سي بدل الاي دي اي عشان بس ما تتلخبطوش مني، ما تتلخبطوش مني. نكتب لهم كلهم ورا بعض هنا عشان تبقوا فاهمين. الكلورين ده نوع ميتال عادي، لما تحول لايون بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه الكلورايد. اي دي اي اهي صح. طيب لما حطيناه بقى وجينا نسمي بقى في الاسيد، لما حطيناه في الاسيد بقى اسمه ايه؟ كلوريك. تمام. فكلورين كلورايد كلوريك. ضرب بس الاي ديت عشان داخله بعضها. الكلورايد. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. نشيلها ونحطها تحت كده قط، واحطها لكم فين؟ احطها فوق هنا كده عشان
يبقى سهل انها تتجمع. تمام. الكلورين اتحول لكلورايد، وكلورايد لما جينا نسميه في الاسيد بقى اسمه هيدروكلوريك اسيد. طيب بقى الاسيد اللي فيها اكسجين بتسمى ازاي؟ احنا كنا خدنا المثال بتاع مين؟ خدنا المثال اللي هو بتاع ال HNO3. لو فاكرين كنت انا قلت لكم اسمه النيتريك اسيد صح؟ طب سميناه ازاي؟ قال لك بقى القاعده هنا، العلماء قال لك ايه؟ قال لك ان القاعده ان اي اسيد فيه اكسجين، او الاكسجين اهو، اي اسيد فيه اكسجين بنسميه ازاي؟ بنفكس بقى للاتش خالص، مش بنجيب سيرتها، بس بنسمي ازاي؟ بنسمي على حسب البولي اتوميك ايون اللي موجوده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا قلنا اسمه كان ايه؟ اسمه النيتريك اسيد. نيتريك يعني جاي من ايه؟ جاي من النيتريت صح؟ مش قلنا ان NO3 كان اسمها النيتريت صح؟ النيتريت، بس مش هقول نيتريت اسيد. بعمل ايه بقى؟ بيروح شايل الاي تي اي وبيحولها نيتريك، يروح شايل حالتي برضو اي سي برضو. تمام. فدلوقتي انا كده كده في الحالتين لما بشيل حاجه وبحط حاجه بحط الاي سي. انا كده 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 ايه؟ بحط الاي سي. حطيت هنا الاي سي في كلوريك، وحطيت هنا الاي سي بدل الايت صح كده؟ فكده كده في كل حاله بحط اي سي. تمام. يبقى اسمه ده اسمه ايه؟ النيتريك اسيد. ده اسمه ايه؟ اسمه النيتريك اسيد. طيب وده اسمه ايه؟ الهيدروكلوريك اسيد. تمام. يا رب تكونوا فاهمين الفكره. قلنا كده في اللي هو نو اكسجين، ما فيهوش اكسجين، بنحط هيدروجين عادي يبقى هيدرو، واسم الايون الثانيه، اسم الايون الثانيه الكلور، او الكلورايد، شلنا الاي دي اي وحطينا الاك يبقى هيدروكلوريك اسيد. طب هنا بناخد الايون دي، بناخد الايون بنسمي عليها يبقى ان او، مش بنسمي عليها بسم الله الرحمن الرحيم، لا بنسمي بيها يعني، تبقى ان او 3 اسمها نيتريت صح؟ لا بس احنا دلوقتي بنتكلم على اسيد، احنا دلوقتي في حمض، يبقى نقول نيتريك اسيد. شلنا الايت اللي هو الحرف ده كده، الاي تي اي، حطينا النيتريك اسيد. طيب احنا كنا قلنا ان عندنا حاجه اسمها النيتريت والنيترايت صح؟ مش كان في حاجه عندنا اسمها النيترايت؟ ولا تعالوا هنا لو فاكرين البولي اتوميك ايونز كنا قلنا ايه؟ قلنا عندنا نيتريت ونيترايت صح؟ نيتريت ونيترايت NO3 و NO2. طب هل لما نيجي نسمي برضو يبقى التسميه نفسها؟ لا، قال لك ايه؟ قال لك بص هي سهله خالص عشان بس يعني ما تصعبش الدنيا على نفسك. لان النيترايت دي NO2 صح؟ وفي نيجاتيف شارج هنا. لما نعمل اسيد منها ممكن نعمل اسيد يبقى HNO2. تمام. يبقى اسمه ايه؟ احنا قلنا هنا بقى لما نلاقي الاسيد فيه اكسجين، تمام، اكسجين اهو، فاحنا بنسمي باسم البولي اتوميك ايون ديت اللي هي اسمها ايه؟ المفروض اسمه ده اسمها النيترايت صح؟ قال لك لا، احنا بنشيل الاي تي اي، بنشيل الاي تي اي، تمام، ونحط بدلها حاجه اسمها ايه؟ او يو اس، نيترس اسيد. نيترس اسيد. تمام. نيترس اسيد بدل نيتريك اسيد. يبقى عندك النيتريك اسيد وعندك النيترس اسيد. تمام. تعالوا بقى نمسح الكلام ده كله عشان نكتب لكم على السريع. بسم الله. عندنا مثالين بسرعه كده عشان اظبط لكم الدنيا. عندنا مثالين بسرعه. الاكسجين اللي هم فيهم اكسجين، في منهم نوعين، حاجه اسمها انك ال HNO3 وال HNO2. ال HNO3 دي اسمها النيتريت صح؟ ودي اسمها النيترايت صح؟ طيب لما بنيجي نعملها بنعملها ازاي بقى؟ بنسمي دي نيتريك اسيد، وده بنسميه ايه؟ نيترس اسيد. تمام. هنا عملنا ايه بالظبط؟ عملنا ايه؟ شلنا هنا بدل نيترايت بقت او يو اس، وهنا بدل نيتريت بقت اي سي. اكتب لكم اصلها برضو عشان تبقوا واخدين بالكم. هنا كان اصله ايه؟ كان اسمه نيتريت، وده كان اصلها ايه؟ نيترايت. فاحنا هنا شلنا الايت وشلنا الاي تي اي وحولناهم ايه؟ لاي سي واو يو اس. تمام كده. طيب عندنا مثالين تانيين، بس هديكم فكروا انتوا فيهم بقى. عندنا حاجه اسمها الاس او 4، حاجه اسمها الاس او 3. قلنا ده كان اسمه السلفيت صح؟ لو فاكرين ده اسمه ايه؟ السلفيت، اسمه السلفيت، اس او 4 سلفيت، اس او 4 سلفيت، اس او 4 سلفيت. طب الاس او 3
اسمه السلفايت. قرر معايا قرر معايا، الاس او 3 سلفايت، الاس او 3 سلفايت، الاس او 3 سلفايت. اعرفها كده اعرفها كده. بص، عندك اللي كان فيه ان او 4 ان او 3 كان نيتريت، يبقى عندك وعندك ال NO2 نيترايت، نيتريت نيترايت، نيتريت نيترايت، نيتريت نيترايت. طيب ال SO4 عندك سلفيت وسلفايت، ال SO4 عنده 4 اكسجين يبقى سلفيت، سلفيت سلفايت، سلفيت وسلفايت، سلفيت وسلفايت، سلفيت وسلفايت. كررها كده كتير. الاول بيبقى عنده اكتر من الثاني. الاول او سلفيت عنده 4 اكسجين والسلفايت عنده 3 اكسجين. تمام. هنسميهم ازاي بقى؟ لما دول عباره عن بولي اتوميك ايونز عاديه، لما نيجي نحطهم بقى كاسيد يبقى اسمه ال SO4. وعندك هنا اسمه ايه؟ اسمه ال HSO3. تمام. ال HSO3 هنسميهم ازاي؟ قلنا بناخد الاسم الاول من ايه؟ ده فيه اكسجين صح؟ ده فيه اكسجين صح، يبقى احنا هنا مالناش دعوه بالاكس بالاتش دي، بنعملها اكس كده بنشيلها من دماغنا. هنسمي ازاي؟ ده اسمه ال SO4، كان اسمه سلفيت صح؟ اسمه سلفيت. عندنا ATE ونيتريكن ATE صح؟ طيب احنا بنعمل ايه؟ ها فكر. سيبك 5 ثواني تفكر براحتك. اوقف الفيديو. الاس او 4 ها، يبقى كان اسمه سلفيت صح؟ فكده كده وقلنا كان الاي تي دول بنشيل نحط ايه؟ بنشيل نحط ايه؟ اي سي صح؟ اي سي. يبقى اسمه السلفريك اسيد. تمام. جبت اليو ار منين؟ ديت جاي من اسم السلفر نفسه، يعني اسمه السلفريك اي سي اهو اسيد. تمام. طيب السلفايد ده، السلفايد شبه مين؟ كان شبه النيترايت صح؟ كان شبه النيترايت. النيترايت ده كان NO2، السلفايت SO3. طيب الاي تي اي ديت، الاي تي اي دي هنعملها ازاي؟ ها، كنا بنشيل الاي تي او ونحط ايه؟ فكر كده، فكر. بالراحه مش هوترك. الاي تي اي كنا بنشيلها، كنا بنحط الاو يو اس، كان اسمه النيترايت بقى اسمه النيترس اسيد. طيب كان اسمه سلفايت يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه سلفرس او يو اس اسيد. تمام يا ريس، فهمنا؟ يبقى ده مجرد ايه؟ ده مجرد مثالين تانيين. تمام. والهيدروكلوريك اسيد برضو عندنا برضو مثال تاني هنا برضو في اللي هم ايه؟ في اللي هم ما عندهمش اكسجين. عندك حاجه مثلا اسمها ال اتش بي ار. ال اتش بي ار اسمها ايه؟ احنا قلنا بناخد القسم الاول وبناخد النص الاول والنص التاني. النص الاول بناخد منها الهيدروجين صح؟ يبقى عشان نسميه هنسميه ازاي؟ يبقى عندك هيدرو. البي ار ده اختصار مركب اسمه برومايد، بروماين. تمام. فاكر الكلوراين والبروماين والفلوراين كلهم اخرهم اي ان اي، لما بيتحولوا الاين بيبقى اسمهم ايه؟ بيبقى اسمهم برو ما اي دي اي برومايد صح؟ طيب هنا لما بنيجي نكتب اسيد بقى نكتب هيدروبرومايد؟ لا، احنا بنشيل الاي دي اي ونحط ايه؟ هيدروبروميك اي سي اسيد هم، الهيدروكلوريك اسيد. تمام كده خلاص. اظن ان انتوا فهمتوا التسميه ازاي بنسمي الاسيد. تمام. الباقي كله يعتبر سهل خالص. التسميه بتاعت القلاوي الحاد دي كلها حاجات عبيطه يعني، هنقولها بسرعه. كده احنا قلنا النيمنج صح؟ كده شرحنا النيمنج. في حاجه بقى اخيره في الاسيد هنقولها، اسمها ايه؟ اسمها الفورمولا. اسمها الفورمولا بتاعت الاسيد. يعني انا بكتب اسيد ازاي؟ بكتب اسيد ازاي؟ بص انت لو تلاحظ هنا انا كتبت لك ايه؟ ال HSO4 وال HSO3. بص هنا كده ال HSO4 وال HSO3، كتبت لك ال HNO3 وال HNO2. هل الكتابه دي صح؟ هل الكتابه اللي انا كتبتها دي صح؟ هي في حاجات صح وحاجات غلط. حاجه مثلا زي ال HNO3، ال HNO3 دي صح، مش محتاج حاجه تانية. طيب ال HNO2 دي صح برضه. طيب ال HSO3، ال HSO4 مثلا الاول دي غلط بقى. ليه بقى؟ مش كده بس، في حاجه اسمها السبسكريبتس هقولها لكم في السيشن الجاي باذن الله، بتاعت البالانسنج كيميكال ايكويشنز. تمام. ان شاء الله السيشن الجاي. عندنا ال HSO4. بص بقى، احنا مش كنا قلنا ان الهيدروجين عنده 1 بوزيتيف تشارج، بوزيتيف ايون؟ طيب ال SO4 لو فاكرين ان هو كان بولي اتوميك ايون، احنا لسه قلنا في الاول خالص ال SO4 ده كان عنده كام ايون؟ كان عنده كام نيجاتيف تشارج؟ اللي هيقولها يبقى شاطر، يبقى كينج صح، يبقى مركز معاك هنا. ال SO4 السلفيت كان عنده 2 نيجاتيف تشارج، 2 نيجاتيف تشارج صح؟ يبقى ازاي بقى معايا معايا يعني ذره فيها
المفروض ان هي فقدت 2 الكترونز، هي فقدت 2 الكترونز، ودي معلش مؤاخذة، بسم الله. ازاي معاها ذره، ازاي معاها ذره؟ المفروض انها اكتسبت 2 الكترونز، ودي فقدت 1 الكترون بس. لا، احنا قلنا في الايونيك كومباوند اللي بيفقد ده بيعمل لوز، صح؟ بيعمل لود مثلا وليكن 1 الكترون. ال 1 الكترون ده بيروح السلفيت يعمله جين، بيكتسب الالكترون ده، صح؟ بس دي الاس او 4 اصلا، الاس او 4 احنا قلنا، تعالوا اوريكم على طول. مش قلنا ان كان بولي اتوميك ايون؟ فين؟ اهو السلفيت الاس او 4، اس او 4 كان عنده 2 نيجاتيف تشارج اهو، صح؟ يعني هو اصلا محتاج 2 نيجاتيف تشارج، يعني هو عمل جين او اكتسب 2 الكترون، صح كده؟ فيبقى عندنا هنا السلفيت هنا محتاج جين كام الكترون؟ محتاج جين 2 الكترونز. بس هنا الهيدروجين فقد الكترون واحد، فقد الكترون واحد بس. لا، فانا محتاج بقى ايه؟ محتاج 2 هيدروجين اتومز علشان كل واحده تفقد الكترون، فبقى عندي كده 2 الكترونز اتفقدوا فراحوا للاس او 4. فهمت الفكره؟ بالراحه بالراحه بالراحه. ازاي بنعمل الكيميكال فورمولا بتاعت الاسيد؟ بص، قلنا ان الاس او 4 اصلا، اس او 4 بيبقى كاري كام نيجاتيف تشارج؟ 2 نيجاتيف تشارج، صح؟ معنى ان هو شايل اصلا نيجاتيف ان هو عمل جين لالكترون، تمام؟ هو شايل 2 نيجاتيف وهو عمل جين ل 2 الكترون، هو محتاج يجين 2 الكترون، صح؟ طيب الهيدروجين في العادي بيلوز 1 الكترون بس، صح؟ طيب انا دلوقتي عندي 1 هيدروجين اتوم بس عملت لوز 1 الكترون، فكده بقى 1 الكترون كمان عشان ان انا اكفي الاس او 4 اللي محتاجه 2 الكترونز كمان. اه، فانا رحت جايب الاتش، بدل اتش واحده بس حطيت 2 اتش، يبقى عندي اتش 2 اس او 4. انا كده وزنت الدنيا، والدنيا بقت مظبوطه معايا. فهمتوا الفكره؟ يبقى ال اتش 2 اس او 4 مظبوطه كده معايا. طيب ناخد مثال كمان، عندنا ال اتش اس او 3 ده، ال اتش اس او 3. قلنا ال اس او 3 كان اسمها ايه لو فاكرين؟ السلفايت. السلفايت ده كان بيكاري كام نيجاتيف تشارج؟ كان بيكاري 2 نيجاتيف تشارج، تمام؟ يعني هو محتاج يجين 2 الكترون. طيب الاتش هنا قلنا بيلوز كام الكترون؟ بيلوز 1 الكترون، يبقى احنا محتاجين كام اتش؟ يبقى احنا محتاجين 2 اتش برضه، نفس الكلام. فهمت الفكره؟ بس كده، تمام. يبقى كده ده بالنسبه لنا خدنا التسميه بتاعت الاسيد، ازاي بنسمي الاسيد، وقلنا ان احنا يعني خلاص شرحنا بقى، قلنا الهيدروكلوريك اسيد، وشرحنا على النيتريك اسيد والنيتروس اسيد، وخدنا برضه مثالين كمان على السلفيت والسلفايت، تمام؟ اسمهم السلفوريك اسيد والسلفورس اسيد، تمام؟ خدنا برضه الفورمولا ان احنا ازاي بنكتب التركيبه الكيميائيه بتاعت الاسيد، تمام؟ طب مثال بقى، بس سؤال ليك انت بقى. عندك ال اتش، قلنا الاتش بي ار، قلنا الاتش، في حاجه اسمها الاتش اف، ده اسمه ايه؟ الفلورايد، اسمه الفلورايد. حاجه كده التقسيمه مظبوطه. هنعرف ازاي؟ الفلورايد اصلا ده نون ميتال، عنده كام الكترون؟ عنده 9 الكترونز. طيب تقسيمته بتبقى عامله ازاي؟ 2 7، صح؟ 2 7. بقى هو كان محتاج كام الكترون عشان يكمل الاوتر موست انرجي ليفل؟ محتاج الكترون واحد، فيبقى ايه؟ هيبقى 2 8، صح؟ فلما يبقى 2 8 هو محتاج 1 الكترون بس. الهيدروجين بيفقد 1 الكترون، الفلورين هيكتسب الالكترون ده. خلاص كده هم مظبطين، مش محتاجين نكتب حاجه تانيه تحت. فهمت الفكره؟ بس كده يعني. كده يعتبر خلصنا الاسيد كله خلاص. شرحنا النيمنج، شرحنا اول اصلا يعني اسيد، وخدنا امثله، وجينا شرحنا ازاي بنسمي الكيميكال اليمنت. قلنا في منهم اكسجين اللي هم فيهم اكسجين وما فيهمش اكسجين، وشرحنا كلها بتتعمل ازاي، وقلنا برضه الفورمولا ازاي بسمي الاسيد، تمام كده. كده خلاص خلصنا الاسيد. بس عندي بس يعني احنا عمالين ناخد اسيد ومش عارف ايه. طب ايه هي الاسيد ده اصلا؟ احنا قلنا ان هو موجود في الليمون، صح؟ لما تاخد مثلا الليمونه كده بتحس ان في لسعه كده في بقك كده، هو ده الاسيد، هو ده بيلسع، تمام؟ طيب برضو الاسيد ده موجود فين بقى؟ بما اني اصلا دكتور في طب بيطري يعني، فالمفروض اصلا احنا بندرس جسم الانسان وبندرس جسم الحيوان برضو والكلام ده كله يعني. بس دلوقتي الاحماض دي بنستفيد منها بجسمنا في ايه؟ شايف كل المكونات دي تبقى موجوده في المعده، دي المعده بتاعتنا، دي المعده، تمام؟ دي المعده بيبقى جواها حاجات كتير جدا، مهمه جدا يعني، سبحان الله. فالكترولايتس بقى، على ميه، على مش عارف على حاجه اسمها انزيمز اسمها بيبسينوجين وحاجات كبيره كده. ولكن من اهم الحاجات اللي موجوده في المعده
اسمها ايه؟ ال HCl. حد فاكر ال HCl ده؟ اللي قلت لك اهم تقريبا، يعتبر اشهر اسيد موجود اصلا في الدنيا. واسمه ايه؟ ال HCl. ال HCl ده من اكتر الاسيدز اللي موجوده في المعده. حرفيا هو المسؤول. قلت لك ان هو بيلسع كده شويه صح؟ فهو حرفيا افتكر بقى انه بيلسع على البكتيريا، اي حاجه ضاره في المعده بيجي بيروح لاسعها، بيمسكها يكسرها كده على طول. تمام. فهو ده ال HCl، وظيفته يعني مهمه جدا، ده موجود في المعده يعني، وده عباره عن ابلكيشن انا حبيت ان انا اوريته لكم عشان تبقوا فاهمين اصلا احنا بندرس الحاجات دي ليه. تمام. يعني كده كنا بنتكلم عن تايبس اوف كومباوندز، خلصنا الاسيدز الحمد لله، النيمنج والفورمولا بتاعتها. ودلوقتي بقى نخش على الالكلاين على طول. بس قبل الالكلاين في حاجه مهمه. في حاجه مهمه. هل الاسيدز كلها واحد؟ لا. في اسيدز مهمه، في اسيدز مالهاش اي 60 لازمه، في اسيدز يعني مهمه بس مش قوي، في اسيدز قويه، في اسيدز ضعيفه. يبقى عندنا حاجه اسمها السترونج اسيد وحاجه اسمها الويك اسيد. السترونج اسيد وحاجه اسمها الويك اسيد. عندنا نوعين من الاسيد. الاسيد نفسه ممكن يبقى قوي جدا. ممكن مثلا لما تاخد، هل مثلا لما تاكل ليمونه هيبقى زي مثلا لما تاكل 4 ليمونات فوق واحد؟ لا، لان عندك هنا الاسيد في ليمونه واحده كان عادي يعني ممكن تستحمله. طيب الاسيد في 3 ليمونات مع بعض، انت حاسس ان انت حرفيا بقك اتملى اسيد والدنيا باظت. تحس ان انت بتاكل مثلا نار، فاهم؟ فهي دي الفكره. في بقى حاجه اسمها سترونج اسيد وحاجه اسمها ويك اسيد. تمام. السترونج اسيد والويك اسيد ايه الفرق بينهم؟ السترونج هو ده كان كده 2. تمام. السترونج ده انا اكبر بس شويه مؤاخذة. ماشي. السترونج اسيد ده معناه ان هو لما بيدوب في الميه، لما ديسولف ان ووتر، ان ووتر. استنى، طب ما الويك اسيد برضه بيدوب في الميه برضه، ديسولف برضه ان ووتر، صح؟ امال ايه الفكره بقى؟ يعني هما الاثنين بيدوبوا في الميه. ما ايه الفكره؟ ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان ده لما بيدوب في الميه، احنا قلنا الاسيد اصلا ده اسيد صح؟ لما بيدوب في الميه بينزل لي ايه؟ بينزل لي إيه في الميه؟ بينزل لي ايه؟ بينزل لي اتش بلس بوزيتيف هيدروجين اتوم، ايونز. تمام. يبقى معنى كده ان سترونج، يعني لما سترونج اسيد لما بيدوب في الميه بينزل لي او بيطلع لي اتش بلس كتير جدا. تمام. على عكس الويك بقى، الويك لما بيدوب في الميه بيطلع لي مثلا واحدة أو اتنين مثلا هيدروجين، فاهم؟ مش كتير يعني. تمام. عشان كده هو ضعيف شوية، ويك على قده يعني، غلبان، بيطلع على قده. تمام. يبقى معنى كده ان السترونج اسيد ده بيدوب حلو قوي في الميه، بيدوب بسرعه يعني كله بيتفكك في الميه. انما الويك اسيد ده يعني شويه وشويه بيطلع، راجل غلبان على قده كده يعني، ربنا يزيده ويسهل له. هو ده الفرق بين السترونج والويك اسيدز. طيب في حاجه بقى يعني معلومه يعني، عشان بس نسلي السيشن شويه كده، هي مش مفيده قوي يعني عليكم بس انا هفهمكم حاجه. آه، هل الاسيد دي اصلا بتوصل كهرباء؟ يعني ايه بتوصل كهرباء؟ فاكر مثلا التجربه اللي خدناها مثلا في رابعه او خمسه ابتدائي؟ مش فاكر لما كان مستر مثلا بيقول لك ان لو جبت مش عارف سلكين وحطيتهم في ليمونه او حطيتهم في بطاطسايه ممكن ممكن توصل لك كهرباء، صح؟ اه. احنا ممكن الاسيد يوصل كهرباء. ازاي؟ كده كده مش هيوصل كهرباء وهو بره الميه. لازم هنجيب حبه ميه ونحطهم في كونتينر ونحط عليهم اسيد. الاسيد ده قلنا بيتفكك وبيودي لي هيدروجين اتوم، صح؟ الكهرباء اصلا لما ناخدها ان شاء الله في الوحده الثانيه، الكهرباء بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن الكترونز، بتبقى عباره اصلا عن الكترونز بتمشي بتمشي اصلا في التيار، تبقى الكترون. دي كهرباء اصلا، الكهرباء بتبقى عباره عن الكترونز، صح؟ فانا لما ادوب اسيد كتير، كل ما انا هزود الاتش بلس وهزود اصلا بص، أنا الاسيد ده مش عباره عن هيدروجين بس، لا هو عباره عن اتش مثلا سي ال، صح؟ الهيدروجين دي بوزيتيف والسي ال دي نيجاتيف، صح؟ نيجاتيف. يبقى انا بزود يعني الالكترون دي نيجاتيف برضه، صح؟ فانا بزود النيجاتيف برضه. يعني انا لما بدوب مثلا اتش سي ال في الميه، لما احطه في الميه هيطلع لي الاتش بلس وهيطلع لي السي ال نيجاتيف، فانا برضه كترت النيجاتيف في الميه. فلما اكتر النيجاتيف، اصلا النيجاتيف دي عباره عن ايه؟ ما عباره عن الكترون. الالكترون هو المصدر الاساسي لتوليد الكهرباء. اي كهرباء شغاله لازم يبقى في حاجه اسمها الفلو اوف الكترونز. الالكترونز بتمشي في السلك فبتولد لي كهرباء. فانا لو حطيت سلكين في سترونج اسيد، جيت مثلا سلكين وحطيتهم في حبه ميه، تمام، وحطيت فيهم اسيد، فالاسيد هيحصل له ديسوشيشن او هو هيكسر لبوزيتيف هيدروجين ايونز وسي ال، صح كده؟ فده هيولد لي كهرباء. فتعالوا اوريكم بقى فيديو كده صغير اوريكم الفرق بين السترونج اسيد والويك اسيد في توليد الكهرباء. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف الفيديو. السترونج والويك اسيد. ده الاسيتيك اسيد، ده عباره عن ويك اسيد. تمام. انما ال HCl اللي هو ده كده، ال HCl اللي هو على اليمين ده،
ده قوي، ده سترونج اسيد، تمام. انما اللي على الشمال ده الاسيتيك اسيد، ده حمض بس ضعيف شويه. بص بقى اللمبه عملت ايه، اللمبه هنا نورت حاجه بسيطه خالص. بص بقى اللمبه المحطوطه في ال HCl. بص بص اوب، ايه بقى ده؟ ال HCl قوي جدا، فخلى اللمبه تنور جامد قوي. فهمت الفكره؟ يبقى نجيب هنا، يبقى عارفه كده الفرق بين السترونج والويك اسيد. السترونج بيبقى عنده يعني بيدوب كله، فبيطلع لي هيدروجين كتير وبيطلع لي Cl كتير، ففي الكترونز كتير، فده بيولد كهرباء جامد، فهو عنده ابيلتي جامده قوي ان هو يولد كهرباء او يعمل كوندكت الكتريستي، تمام. انما الويك اسيد هي مش بتسولف كلها في الميه، يعني بيطلع مثلا هيدروجين واحده مثلا، Cl حاجه مثلا بسيطه. فاهم الفكره؟ فهو ده الفرق بين الويك والسترونج اسيد. طب تعالوا اوريكم امثله كده على طول عليهم علشان نخلص من الحوار ده. في مثالين، عندك مثلا السترونج اسيد. قلنا اول حاجه طبعا مشهوره، ها هتلاقوا عرفتوها برضه، هي ال HCl، ده سترونج اسيد جدا، تمام. في اسيد تاني برضه قوي جدا اسمه ال H2SO4، ده السلفاريك اسيد اللي احنا لسه متكلمين عن التسميه بتاعته، تمام. ده قوي جدا، هما الاثنين دول يعتبر اقوى حمضين موجودين تقريبا. آه هتشوفهم بقى في المعامل بقى، مش عارف الصراحه في ثالثه عندكم بتنزلوا معامل ولا لا، بس انا عندي في الكليه الصراحه كنت نزلت، وكنت انا بستعمل ال H2SO4 وهكذا يعني. عندنا برضو بقى الويك اسيدز، الاسيتيك اسيد اللي احنا شايفينه. عارفين اصلا الاسيتيك اسيد ده ايه؟ ده الخل حرفيا اللي في المطبخ. هتلاقي مثلا والدتك مثلا بتحط خل، هو ده عباره عن اسيتيك اسيد، اسمه اسيد برضه، هو حمض، تمام. انت حتى لو حطيته في بقك تحس ان هو بيلسع شويه كده. طيب تمام. طيب النوع التاني اللي هو ضعيف برضه اسمه HNO3، HNO2 لما غلط، HNO2. كان اسمه ايه لو فاكرين؟ النيترس اسيد، تمام. كده خلصنا الاسيد بكل ما فيها، تمام. شرحنا يعني ايه اسيد، وقلنا ازاي بنسمي الاسيد، وقلنا الكيميكال فورمولا بتاعت الاسيد، وقلنا ابلكيشن عليها، وقلنا السترونج والويك اسيد، وشفنا فيديو عنها، تمام. ندخل بقى ان شاء الله على ايه، الكلاي او البيز. ناخد بريك وباذن الله نرجع نكمل.